السلام عليكم ورحمة الله. متابعينا الكرام على قناتكم معلومة وريفيو. زي ما احنا شايفين حصريا معاكم ده المكان اللي هيبقى فيه محطة ابو قير، هتبقى قريبة لورشة العمرة الجسيمة او داخل الارض اللي بيتعمل فيها ورشة العمرات الجسيمة في توسو. ادي اليافطة بتاعت ورشة العمرات اهي، وادي اليافطة بتاعت مكان المحطة. زي ما اتعودنا ان هما لما بيبقى في مكان للمحطة بيتم وضع اللافتة او اليافطة بتاعت المحطة في مكان المحطة. فين بقى مكانها المحطة؟ زي ما احنا شايفين كده، دي محطة توسون قدام اهي، تمام. وهيجي بتحويلة يخش ناحية ارض العمرات الجسيمة، هتبقى هنا محطة مترو ابو قير، وهنا ورشة العمرة الجسيمة جنب المحطة. بعد كده طيب بقية المسار هيبقى ايه وضعه؟ هنشوف بقى في الايام اللي جاية ان شاء الله وضع المسار. بعد كده هيبقى فيه تحويلة تخش تاني للمسار الطبيعي بتاع المترو او قطر ابو قير زمان، وهيكمل. هل هيكمل مثلا وهيبقى فيه محطات تانية قدام زي ما قلنا المحطات المقترحة لغاية ما يوصل المترو لغاية ابو قير الجديدة اللي بيتم حاليا ردمها في البحر؟ ده اللي هنشوفه في خلال الايام الجاية، وبمتابعتنا ان شاء الله معاكم للمسار بتاع مترو ابو قير. خلينا نشوف ايه اللي هيتم في الايام اللي جاية. وده خبر حصري زي ما قلت لكم، محطة او مكان محطة مترو ابو قير قدامنا اهو، وجوه ورشة العمرة الجسيمة. وغالبا حاليا كمان بيتم صب جسم المحطة في الداخل اهو، زي ما احنا شايفين الأعمدة من ورا السور. في الغالب حاليا بيتم صب مكان او جسم المحطة. زي ما عودناكم على الحصريات، تابعونا ان شاء الله، هتلاقوا معانا كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير، فيديوهات جاية كتير، وانتظروا مننا فيديوهات كاملة عن بقية المسار. هيبقى معانا فيديوهات عن المسار في الوقت اللي جاي، عن المسار ما من اول المنظرة او من اول المنتزه لغاية ما نوصل معاكم لغاية محطة ابو قير. هتلاقوا فيه فيديوهات كاملة. تابعونا على صفحتكم او قناتكم معلومة وريفيو، سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب. اشوفكم ان شاء الله على خير، الفيديوهات جايه كتير، وما تنسوش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله.